الملك الذي عاش في عزه واتهموه باطلا. رمسيس الثاني الذي تعددت حملاته الحربية ما بين قادش وغيرها دفاعا عن بلده، وشهد له ملوك عصره بالشجاعة والقوة. رمسيس الثاني الذي قال لطالما هناك سماء سوف يكون هناك آثار، وترك لنا الكثير الذي لا يزال يدر الكثير على خزينة مصر حتى الآن. رمسيس الثاني الذي عاش آلام بعد وفاة 12 ابن من أبنائه توفوا جميعا في حياته. رمسيس الثاني الذي عاش قعيدا للفراش على الأقل آخر 10 أعوام من عمره بلا حراك، وبعد وفاته أطلق عليه المصريون الابن العظيم البار لمصر. حزنوا عليه حزنا شديدا، وظلوا يحكوا أساطيره وبطولاته لمئات السنين بعد وفاته. رمسيس الثاني الذي ظلمه الجهلاء في عصرنا الحديث وألصقوا به أبشع التهم، وكأنه جدا للصهاينة وليس المصريين. رمسيس الثاني الذي لم يكن أبدا فرعون، وألصق به التهمة من أعداء مصر، ومن ثم زرعوا الكراهية في قلوب أحفاده. انتبهوا لتاريخكم وأجدادكم، فالتاريخ والآثار المصرية شرفا وأمانة، وهناك لا تاريخ لها تحاول إما سرقة تاريخنا أو شراء تاريخ لنفسها أو الادعاء أنهم أصحاب تاريخ. أتمنى الفيديو والمعلومة البسيطة تكون وصلت وعجبتكم، واستنوا الفيديوهات الجاية معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير.